قد لا يصدق أحدا قصتي، لكنني أعهد لكم بأنها حقيقية وواقعية، فاحترس قبل القراءة. قد تكتب أنت من بعدي قصتك التي قد لا يصدقها من يسمعها مثل قصتي هذه. فلنبدأ القصة. أنا مين؟ أنا حسام من القاهرة، 18 سنة. تبدأ قصتي من بيت ابن خالتي اللي أنا دايما كنت بخاف منه، عشان هو كان لي في تحضير الجن والسحر والكلام ده والعياذ بالله. فأنا ما كنتش بقرب من حاجاته اللي كان بيعمل بيها الطقوس دي. باختصار، عشان هو كان بيزعل قوي، وكان بيزعق كأني مثلا أخدت منه حاجة مهمة جدا من عنده. كنت بحاول أتفاداه بكل الطرق عشان كنت بخاف من غضبه. لما كان بيغضب كنت بحس إنه بيتحول لحيوان متوحش مفترس أو جن، مش بشر زينا خالص. بالمناسبة هو اسمه مروان، وفي مرة كان عازمنا عنده في البيت اللي أنا كنت بخاف منه. كنت بحس إن بيته ساكت كده ومخيف وكئيب ودايما مضلم. ما كانش زي أي بيت في مصر كده منور وفي ناس بتزوره. هو تقريبا كان على طول بيحب القعدة في الضلمة. في يوم من الأيام كان عازمنا، وأنا بعد ما خلصت أكل لقيت كل أهلي وحتى مروان كان قاعد معاهم. زي ما بيقولوا كده أنا استغليت الفرصة دي علشان أشبع فضولي اللي هيقتلني، ودخلت أوضة التحضير اللي أنا بس اللي أعرف مكانها، رغم إني ما بحبش أدخلها، بس فضولي خلاني أدخل وأشوف اللي جوه. هشرح لكم اللي أنا شفته جوه الأوضة. شفت على كل حيطة نجمة، وكل نجمة جواها حرف، وكان في 3 سراير، والملايات بتاعت السراير كل ملاية عليها بقعة حمرا كبيرة قوي، زي ما يكون دم. يا رب ما يكونش اللي في دماغي صح. بس لفت نظري حاجة بتلمع، قربت لها شوية، كانت واقعة على الأرض. ركزت فيها لقيتها خاتم ذهب شكله حلو قوي، عليه رسم. معرفتش افهم ايه الرسم ده، بس هو الخاتم كله كان تحفة. لحد ما سمعت صوت حد بيفتح الباب، قمت مضلم الدنيا خالص واستخبيت لحد ما الباب اتفتح عشان اشوف مروان وهو داخل في وسط الضلمة. كنت حاسس ان عينه بتنور زي القطط، بس كان لونها احمر، وتقريبا كان داخل يجيب حاجة وطالع. بس هو فتح الباب وانا طلعت جري من وراه. ما شافنيش الحمد لله، بس مفيش غيري يعرف الأوضة دي، يعني أكيد هيعرف إن الخاتم اختفى وإن أنا اللي أخدته. أنا طبعا حطيت الخاتم في جيبي وقعدت جنب أهلي عادي جدا. بصلي وهو طالع من أوضته بغضب شديد وبضحكة. ما فهمتش الضحكة دي إلا بعدين، بس ما قدرش يكلمني علشان أهلي ما يحسوش بحاجة. وبصراحة أنا كمان كنت بتهرب منه، وطلبت من أهلي في ساعتها إننا نروح بيتنا. عدت الأيام وكان كل شيء طبيعي لحد ما جربت ألبس الخاتم ده، وفعلا لبست الخاتم. محدش سألني إيه اللي في إيدك ده، كأنه فاكرينه لعبة مثلا. دخلت نمت يومها عشان كنت مرهق، ومن هنا بدأت معاناتي وتعاستي مع الخاتم الملعون. وللأسف نسيت الخاتم في صباعي ونمت. أنا ما استغرقتش في النوم قوي يعني، بس أنا كنت بريح جسمي بس. بدأت أسمع صوت تحت السرير، صوت خروشة كده كأن في فار أو حاجة تحت السرير. بصيت تحت وما لقيتش حاجة. ركزت تاني، لا لا، أنا شايف حاجة المرة دي، في حاجة بتتحرك فعلا. دي ايد بني آدم بتتحرك. أنا من الصدمة اتفزعت وثبت مكاني زي ما كنت اتشليت، وبالراحة بدأت أتحرك علشان أقوم من على السرير. فجأة النور قطع، حسيت بحاجة بتمسكني. من الخضة نطيت من على السرير علشان نفس الإيد تمسكني تاني من رجلي. حاولت أفك نفسي منها وعافر لحد ما سابتني، وجريت جامد ناحية الباب، بس الظاهر
ان مش الايد بس اللي كانت في الأوضة، ده كان تقريبا بني آدم او جن تاني، الله اعلم. بس احساسي مخيبش، عشان فعلا في ايد تانية مسكتني من رجلي، ووراهم ايد تالتة ورابعة وخمسة. حسيت ان في ناس كتير ماسكة فيا وعايزين مني حاجة. في عز الخوف ده حسيت بايد منهم بتخلع الخاتم من صباعي، بس انا قاومت واخدته بالعافية. بدأت اصرخ عشان حد ينقذني، وحسيت بحد جه جنب وداني وقال لي: قلت لك كتير ما تتدخلش في الامور دي، انت حر. انا نصحتك وانت ما اخدتش بالنصيحة. خليك عارف انهم مش هيسيبوك، مش هيسيبوك. والنور رجع تاني، ولا اكن في اي حاجة حصلت. حتى الخاتم لسه في صباعي وكل حاجة زي ما هي. فجأة سمعت صوت الباب بيفتح. الحمد لله. لقيت والدتي. طلعت اجري عليها وانا مرعوب من اللي حصل لي، وقلت لها كل حاجة كأني عيل صغير عمال اعيط عياط هستيري في حضنها. قالت لي: بقول لك ايه، ما تكدبش، انت تلاقيك بيتهيألك ولا حاجة. انا لسه داخل عليك من شوية، كنت قاعد عادي جدا ومفيش اي حاجة. يعني ايه؟ يعني انا مجنون؟ لا، انا مش مجنون، انا متأكد من اللي انا شفته. بعد ما لبست الخاتم الملعون ده حياتي اتغيرت 180 درجة. انا بقيت بشوف حاجات وبحس بحاجات، زي ما يكون الجن بينتقم مني لمجرد اني دخلت اوضة ابن خالتي دي. بشوف خيالات في البيت، بسمع اصوات امي وهي مش موجودة في البيت كتير جدا. الاقي دم في الحمام، مصدر الدم ده مش مفهوم، دم كتير جدا كتير. ايوه، وانا نايم اصحى على اصوات ناس بتتعذب وبتصوت، حاجات كتير. الخاتم ده فيه حاجة. فكرت شوية واكتشفت انه الوحيد اللي يقدر ينقذني من الموضوع ده ابن خالتي. لازم اعترف له بكل اللي حصل. اتصلت بيه واتفقت نتقابل، من غير ما اقوله انا عايز اقابله ليه وايه السبب. بس هو اكيد فاهم وعارف ان انا اتصلت بيه عشان الخاتم. وقابلني فعلا، وقلت له على كل حاجة حصلت معايا من ساعة ما دخلت اوضته، بس ما قلتلوش اني اخدت الخاتم من اوضته. انا بصراحة اتلككت عشان اروح معاه البيت، عشان ارجع له الخاتم في البيت واترحم من العذاب اللي انا فيه ده، كل ده من غير ما يعرف. ورحت معاه فعلا، وهو قاعد معايا قال لي: حسام، انت وشك خايف من ايه؟ قلت له: وشي خايف ازاي يعني؟ لا، انا مش خايف من حاجة. انت بس وحشتني، قلت اجي اقعد معاك. بصلي بغضب كأنه فاهم كل حاجة وقال لي: حسام، انت اخدت ايه من اوضتي؟ قلت له: ايه؟ انا ما اخدتش حاجة، انا دخلت اوضتك بس ما اخدتش حاجة منها. قال لي: عارف انت ممكن يحصل لك ايه لو خدت حاجة من اللي جوه في الأوضة دي؟ قلت له: عارف، والله عارف. ومشيت بعد ما رجعت الخاتم مكانه من غير ما يحس بحاجة. روحت ودخلت أوضة النوم بتاعت والدتي، عشان من ساعة اللي حصل ده أنا ما بهوبش ناحية الأوضة بتاعتي. قلت لها إني هنام جنبها النهاردة، وفعلا نمت جنب والدتي. بس وأنا نايم سمعت نفس صوت الحاجة اللي بتتحرك تحت السرير. صحيت بسرعة، بصيت تحت السرير علشان أشوف إيد بتتحرك تاني. قمت بسرعة وبلف ورايا علشان أصحي والدتي، بس أصحي مين؟ والدتي مش جنبي أصلا، مش لاقي أي حد في البيت، كأنهم اختفوا مرة واحدة. قمت جريت برا على الصالة، ما لقيتش أي حاجة، كل البيت فاضي، مفيش غيري أنا بس. لا، مش أنا بس، كان في حد واقف ورايا بيتنفس، وضربات قلبه كنت حاسس بيها أشبه بشاكوش بيدق مسمار. من كتر الخوف ما كنتش قادر أبص ورايا، بس وقفت مكاني أقول:
مين ورايا؟ رد. اتكلم، مين ورايا؟ بصيت ورايا وشفت اللي عمري ما تمنيت اني اشوفه. شفت حاجة اشبه بجسم قصير، شعر كثيف، عنده تقريبا 5 عيون حوالين دماغه. كان واقف بيضحك ضحك هستيري. ما فهمتش ايه اللي بيحصل. بعدت عنه وقعدت اقول عايزين ايه؟ عايزين ايه مني بقى؟ سيبوني في حالي، حرام عليكم. انا رجعت الخاتم مكانه والله مش ههاوب ناحية الأوضة دي تاني. سيبوني في حالي بقى ارجوكم. طلعت اجري على الحمام بحكم انه المكان الوحيد اللي فاضي، بس للأسف كالعادة النور اتقطع. انا كنت شبه مشلول ومش عارف اتحرك من الخوف، لوحدي في البيت في الحمام والنور قاطع. سمعت صوت غريب كده جوه الحمام، زي كلب بيزوم او غضبان من حاجة هيهجم على حد. ببص في زاوية الحمام، فعلا لقيت كلب اسود عينيه بتنور في الضلمة. اتسمرت مكاني، معرفتش اعمل ايه. جنب الكلب ده لقيت في حاجة بتنور نور صغير كده. قربت علشان اشوف ايه ده، لقيت الحاجة دي، ايوه الخاتم. ما تسألونيش رجع ازاي، انا نفسي مش عارف. يا رب يا رب اكون بحلم، يا رب. غمضت عيني قوي، فجأة النور رجع وسمعت صوت حد بيخبط جامد على باب الحمام وبيقول لي افتح يا حسام، افتح يا ابني. انا قمت فتحت الباب بسرعة ولقيت والدتي بتقول لي انت كل ده في الحمام؟ انا خفت عليك، انت كنت بتعمل ايه ده كله؟ قلت لها يا ماما انا قمت من النوم ما لقيتكيش جنبي ومحدش كان في البيت، انتوا كنتوا فين؟ بصت لي باستغراب وقالت لي مين دول اللي كانوا فين؟ يا ابني ما انت قمت من جنبي وقلت لي انك داخل الحمام واتأخرت، عشان كده انا قمت خبطت عليك دلوقتي. بابا كان واقف جنبها وباصص لي وساكت. بص على ايدي وقال لي ها، ثم ايه اللي في ايدك ده؟ انت من امتى بتلبس الحاجات دي؟ بصيت على ايدي عشان اشوف الخاتم. لقيت الخاتم في صباعي، ازاي معرفش. دخلت اوضتي عشان انام وانا عارف ان في حاجة هتحصل وان الليلة دي مش هتعدي على خير. ونمت فعلا. حلمت ساعتها بابن خالتي جايلي وبيقول لي اظن دلوقتي انت عرفت انت سرقت ايه، وانا هسيبهولك زي ما بيقولوا كده حلال عليك يا عم. خد الخاتم بس استحمل بقى، بعد كده ما تنساش ان انت اللي اخدت الخاتم، مش انا اللي اديتهولك. استحمل اللي هتشوفه واللي يمكن تفضل تشوفه طول عمرك. معلش بقى، انا كنت عارف انك هتاخد الخاتم بس كان لازم اسيبك، عشان انا كنت زيك كده بالظبط في يوم من الايام، ومش مستعد اشوف اللي كنت بشوفه زمان تاني. وخلي بالك انت بس اللي هتشوفهم، محدش تاني لا هيشوفهم ولا هيحس بيهم غيرك، ومحدش هيصدقك خالص، يعني هتبقى مجنون قدامهم كلهم. وهختم كلامي بالجملة المعهودة: تذكر أنت من اخترت اللعنة، فاللعنة لا تختار ضحاياها بل هم من يختاروها. بعد اللي شفته ده بدأت أحس إني متراقب منهم. أيوة متراقب من الجن بسبب الخاتم الملعون ده، وكل ما أحاول أتخلص منه يرجع لي تاني، لأنه باختصار أنا صاحب اللعنة دلوقتي. بس أنا بصراحة ما استنيتش لحد ما يحصل لي نفس اللي بيحصل كل ليلة وأنا نايم. صورت الخاتم من كل الجهات وسألت أصحابي عن الخاتم ده، محدش فهم حاجة، وقالوا ده مجرد خاتم عادي، إيه يعني، أكيد اللي بيحصل لك ده تهيؤات. للأسف فقدت الأمل إني حل المشكلة دي بكل الطرق، لحد ما في يوم واحد صاحبي قال لي بقولك إيه، تعال أنا عايزك في موضوع مهم. قلت له خير. قال لي تعالى بس مش هينفع أقولك الموضوع ده قدام الناس. سألته في إيه؟
قال لي فاكر الخاتم اللي انت وريتهولي قبل كده وانا معرفتش ايه ده؟ قلت له ايوه طبعا فاكره، ليه؟ قال لي انا بقى اعرف موقع ممكن يفيدك، بس انت ابعت لهم صور الخاتم دي. انا اخدت اسم الموقع وطرت على البيت، دخلت على الموقع وحطيت الصور بتاعت الخاتم، وافاجأ برد فوري. واحد كاتب لي اننا لازم نتقابل قريب جدا وباسرع وقت ممكن. اتفقت معاه على ميعاد واتقابلنا فعلا، ووريته الخاتم وبدأ يحكي لي عنه، زي ما يكون الخاتم كان بتاعه او كان معاه قبل كده، الله اعلم. بدأ كلامه: حضرتك الخاتم ده كان بيملكه ساحر من سحرة المغرب. الساحر ده كان بيستخدمه للتواصل مع الجن بطريقة سهلة جدا، بس هو مات لكن روحه لسه. اللي بيلبس الخاتم ده بيبقى دخل جوه لعنة الساحر، لانه تقريبا كان متعلق قوي بالخاتم بتاعه ده. وعلى فكرة الخاتم ده كان بيفصله عن عالم البشر ده تماما، كان بيدخله عالم تاني خالص، زي ما بيقولوا كده هجرة روحية. كان بيتنقل من عالمنا عالم البشر ده، وكان بيروح لعالم تاني خالص، العالم السفلي. وبمجرد انك تلبس الخاتم ده انت روحك بتتنقل لعالمهم. بس في فرق بين واحد يدخل عالمهم وهم بيحبوه، وواحد تاني هم مش مرحبين بيه. صدمت من الكلام وقلت له طب انا اتخلص ازاي من الخاتم ده؟ قال لي انت اخدت الخاتم ده ازاي؟ قلت له انا اخدته من عند ابن خالتي من غير ما يعرف. قال لي خلاص اتحلت، يبقى استنى لحد ما حد يعمل زيك ويتنقل له اللعنة. لازم حد تاني يجي ياخده من عندك، بس مش انت اللي تديهوله. قلت له طب ازاي هتيجي الناس عندي وتاخد الخاتم وهو عندي في البيت؟ قال لي مش ضروري يفضل في البيت، حاول تتنصح انت بقى، يعني حاول تنقل اللعنة لغيرك علشان تعيش. اختار، يا اما انت تعيش يا تنقل اللعنة لغيرك. انا سلمت عليه ومشيت ودخلت البيت. فكرت في كلامه ورجعت لابن خالتي وقلت له بقول لك ايه، انا عرفت الحكاية كلها، انت عارف كويس ان الخاتم معايا صح؟ قاطعني وقال لي خاتم ايه؟ معلش انت بتتكلم عن ايه؟ قلت له الخاتم اللي كان في اوضتك. قال لي بس انا ما عنديش خواتم. قلت له امال انا خدت الخاتم ده منين؟ ما انا خدته من اوضتك انت. بقول لك احنا هنستهبل، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. اخلص وخد الخاتم بتاعك، تعالى معايا البيت واوريهولك يمكن تكون ناسي. قال لي ماشي انا هاجي معاك يا حسين. وجي البيت معايا فعلا، بس يا نهار ابيض، الخاتم والموبايل انا نسيتهم في الكافيه اللي كنت قاعد فيه. فجأة سمعت صوت التليفون بيرن ورديت. الو، مين معايا؟ الو، ايوه يا باشا، انا لقيت الموبايل اللي بكلمك منه ده واقع في كافيه، هو وخاتم كده. طيب انا متشكر جدا، عايز اقابلك ضروري علشان اخد الموبايل، واعتبر الخاتم مكافأة لشهامتك يا سيدي. الراجل قفل السكة في وشي. الظاهر انه طمع في الخاتم والموبايل، بس انا والله بشفق عليه عشان هو لسه ما يعرفش هو ايه اللي هيحصل له. بس خد بالك انت كمان، انت بمجرد قراءتك عن الخاتم ده انت استحضرت لعنته، يعني احتمال كبير تكون تاني متصل بعد الراجل اللي اخد الخاتم ده، وانا معرفش اذا كان في حد قبلي اخد الخاتم ده ولا لا. خد بالك من نفسك كويس اوي اليومين دول، لانك فعلا بمجرد قراءتك عنه قد استحضرت اللعنة، وقد تكتب قصتك مثلي. وأنهي قصتي بالكلمة المعهودة دائما: تذكر أنت من اخترت اللعنة، فاللعنة لا تختار أحد، فإذا لمت فلا تلم إلا نفسك. لا تعتقد أنك ستستطيع إنهاء اللعنة، لأنها باختصار لعنة لا تنتهي.